السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ معاكم رندا محمد، قناة ملذة وطاب. زي ما انتوا شايفين القمر بتاعنا دوت اللي هو الكسكسي الجميل. النهاردة هنعرف في الفيديو التكات والحركات ازاي يطلع معاكي احلى كسكسي، ولا هو ني ولا هو معجن، واحلى من المحلات 100 مرة وانضف كتير جدا. لو انت عندك شوية دقيق وشوية مية، يلا معايا تعرفي التكات والحركات مع رندا محمد في ملذة وطاب مع احلى كسكسي. عشان نعمل بقى القمر اللي انتوا شفتوه في الاول ده، لازم يبقى عندنا حاجتين صغيرين خالص ويكونوا موجودين في كل بيت: شوية دقيق وحبة مية. هو ده بس اللي هنستخدمه. هنعمل ايه عشان يطلع معانا احلى كسكسي في الدنيا؟ هنحط على الدقيق، بصوا انا عامله كوبايتين كبار. انت ممكن، هو ملوش مقادير على فكره عشان تبقوا عارفين، اي شويه دقيق واي شويه ميه هيتعمل معاكي. انا هحط ربع معلقه بيكنج باودر كده عليه، واقلب الدقيق بتاعي كده اهو. هنستخدم بقى ايه عشان يطلع معانا الكسكسي جميل ومفلفل زي ما بيقولوا؟ بنستخدم الكبة. ما عندكيش كبة استخدمي المطحنة بتاعة التوابل، بس مطحنة التوابل مش هتحطي كمية دقيق كتير. هنحط شوية دقيق في الكبة كده زي ما قلت، ملهوش مقادير يا جماعة. اي شوية دقيق واي شوية مية هتعملي، بس امشي معايا بالخطوات هيطلع معاكي احلى كسكسي. انا حطيت بقى شويه دقيق اهو، كفايه كده. وهنزل على الدقيق، شايفين؟ بالمعلقه برش كده. هنزل بمعلقتين ميه في الاول اهو، وهشغل بقى الكبه. عايزاه يطلع معايا زي الرمله كده او اتخن سنه. لما تيجي بقى تشتغلي بالكبه او بالمطحنه، ما تعملهاش ور كده بسرعه، لا، تكه وتقفلي. شايفين؟ سامعين كده؟ وهشوف الدقيق بتاعي محتاج ميه هحطله، طبعا لسه محتاج. هنزل برضو بمعلقتين كده، رشه خفيفه عليه، واشغل. برضو كده. انا مش عايزاه ينعم، انا عايزاه يخرز معايا لسه، برضو لسه شكله تقيل. شايفين بقى زي حبات الرمل؟ هفضيه اهو، هنا هيبان اكتر. بصوا هفضيه بقى عشان تشوفوه قد ايه هو عامل زي حبات الرمل. زي ما انتوا شايفين اهو، زي الرمل اهو، ومخرز وجميل جدا جدا جدا. هكمل بقيه كميه الدقيق واقول لكم هنعمل ايه. دي كده معايا عشان اسوي الكسكسي بعد ما خلص اهو. عشان اسويه انا معايا الحله بتاعه البخار. مش شرط ابدا ان انت يبقى عندك الحله دي، ممكن تجيبي حله عاديه زي دي كده من حلالك بتاعه البيت، وتجيبي المصفى بتاعتك وتحطيها كده. هوريكي بقى ازاي تحافظي على البخار وما يطلعش منك من الحله العاديه. تجيبي اي قطعه قماش عندك وتروحي لفه، بصي كده، تلفي ما بين المصفى والحله
تحطي كده القماشة كده وتثبتيها كده، البخار مش هيطلع. واي غطا بقى بتاع حلة بتغطي بيها المصفى. انا النهارده هشتغل بحلة البخار. هنعمل ايه؟ هنعمل علشان الألمونة بتاعتي ما تأكسدش، بحط ليمونة زي ما انتوا شايفين كده، مش معصورة، بحطها كده وهنزل عليها بقى بمية تكون بتغلي. المصفى اهي، بصوا مفيش ميه واصله للمصفى، ناقصه عن ارتفاع الحله ما بين الميه والمصفى، لازم تبقى نازله زياده شويه. ليه؟ عشان لسه الميه هتغلي، وهي بتغلي مش عايزاها توصل للكسكسي بتاعي. واي قطعه قماش ويستحسن الشاش، بس انا هنا ما عنديش شاش زي ما انتوا عارفين، انا في المصيف فما عنديش شاشه هنا. بروح نازله بالكسكسي بتاعي او الدقيق اللي انا عملته في الكبه كده في قلب القماشه، واعمله بايديا كده كده اهو. بصوا بيخرز تاني معايا اهو. والمهم ان انا اقفل عليه كويس جدا جدا جدا. بروح عامله القماشه كده كده اهو، شايفين؟ مش عايزه حاجه تطلع منها، يبقى البخار كده كسيها وحلوه قوي. واغطي بقى الحله واسيبها. بعد 10 دقايق هنزله من على النار واقول لكم هنعمل ايه. فاتت 10 دقايق. بصوا يا حبايبي اهو، بصوا اهو. هعمل ايه؟ هعمله كده اهو كده، شايفين؟ انا مش عايزه اللي تحت يفضل هو اللي تحت على طول. قفلت عليه اهو، وهحطه تاني في الحله 10 دقايق. هحطه بقى في الحله تاني، وبرده تحت البخار عليه لمده 10 دقايق. بعد ال10 دقايق المره التانيه هنشوف هنعمل بقى فيه. زي ما انتوا شايفين عدت ال10 دقايق التانيه، بفتح عليه اهو. يا نهار ابيض، ده كده باظ؟ لا 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 خالص، ولا باظ ولا اي حاجه. كده لو انت بدأتي تاكلي منه هيبقى عادي، بس هيبقى مفرول في الزور كده زي ما بيقولوا. فاحنا هنعمل تركايه كده حلوه مع بعض. هناخده على الكبه تاني اهو. كل التكتلات اللي انت شايفاها دي مش هتبقى موجوده، ده من اثر البخار. هنزل عليه برشة مية خفيفة جدا جدا جدا. ليه؟ عشان ما يفرولش في الزور كده، ويبقى مستوي وجميل وحلو زي الفل اهو. زي ما قلت ما بشغلش الكبة او الخلاط او المطحنة بسرعة. معايا قماشة نظيفة مش مبلولة زي اللي كان فيها اول مرة، وهنزل بقى عشان اوريهولكوا ان هو جميل جدا. بصوا شايفين حاجة كده جميلة قوي. بصوا اهو، شايفين؟ يا رب تكونوا شايفين التخريزة بتاعته اهي. وهعمل بقى بقية الكمية كلها بنفس الطريقة كده. اخر حبة من الكمية اللي انا عاملاها، بصوا بصوا شايفين؟ ولا اي تكتلات، وجميل جدا. زي ما قلت في اول التصوير ان انت كنت ممكن المرحلة دي في ناس بتاكله، لكن انا ما بحبش اكله كده. بروح مفوراه مرة تانية في شاشة نظيفة مش مبلولة على النار تاني، يبقى مستوي معاكي وما بيفرولش ولا يقف في الزور، ويبقى معاكي احلى كسكسي. هحطه على النار 10 دقايق وبكده يبقى الكسكسي بتاعنا خلص. زي ما انتوا شايفين دي
طلع اهو والبخار. بصوا ده كده استوى. بصوا على الاكل، شايفين اهو، ولا اي تكتلات وجميل وزي الفل. شايفين اهو. هنعمل ايه؟ خطوة صغيرة خالص، هاخده لفة في الكبة بس من غير مية بسرعة كده. شايفينه اهو اهو. بصوا اهو بعمله ازاي عشان الناس تشوفه كويس اهو. كسكسي ده ولا مش كسكسي؟ طبعا هو كده خلص. خد مني بالظبط 10 دقايق 10 دقايق 10 دقايق، يعني ايه، حوالي 30 دقيقة. ال30 دقيقة خد مني اول مرة بعد 10 دقايق فورت، بعدين 10 دقايق تاني وفورت، و10 دقايق تالت اللي هم اخر حاجة عملته. يبقى كده ال30 دقيقة بتوعي خلصتهم وبقى معايا احلى كسكسي. هغرفه انا بالنسبة لي هيبقى حلو، يعني بالسكر البودرة والسمن بقى البلدي الجميل، او الزبدة او اي نوع سمن بقى عندك او زبدة تعمليه، وهيبقى معاكي احلى 100 مرة من اللي في الشارع واللي في الاسواق، لانه نضيف وفي بيتك وبايه، بدقيق وميه. هغرفه بقى واوريكم الطبق القمر بتاعنا هيبقى شكله ايه. السمنه بتاعتي او الزبده لازم تبقى سايحه، وترشي كده وتقلبي عشان ما يعجنش منك. زي ما انتوا شايفين انا غرفت بقى الكسكسي بتاعي وحطيته عليه الزبده وحطيت عليه السكر البودره. زي ما بقول اوعي تستخدمي السمنه او الزبده مش سايحه جامده، هيعجن معاكي. لازم يبقى السمن بتاعك سايح عشان ما يعجنش. وهيبقى معاكي احلى كسكسي. ممكن لو انت هتعملي كميه اكبر من دي مش هتاكليها في نفس اليوم، بتشيليه من غير ولا سكر ولا سمنه، ولما تطلعيه وتيجي تسخنيه تحطي له السمن، وبعد ما يسخن تحطي له السكر. وفي ناس بتاكله حادق، في دول عربيه بتاكله باليخني، بتاكله بملوخيه، بياكلوه بيعتبروه زي الرز. طبعا كل بلد وليها عاداتها وتقاليدها. وبعد الفيديو ده الخايبه هي اللي هتروح تشتريه. احنا عرفنا بالتكات والحركات يطلع معايا احلى كسكسي، ولا ادفع فيه فلوس قد كده ولا حاجه. وفي اي وقت يطلع في دماغي عايزه اكل كسكسي انا وولادي، هقوم على طول على المطبخ. هياخد مني نص ساعه، اكتر من كده مش هياخد. وهيبقى معاكي على فكره المده، سواء عدد الكيلوهات كتير عدد الكوبايات قليل، هي نص ساعه للتسويه. وزي ما قلت لكم بتستخدمي الحله والمصفى لو انت ما عندكيش. يلا اقول لكم بقى ايه، باي باي.